نزوات اللاعبين البرازيليين: الصدمة، الثروة، المفاجأة والانفتاح الزائد. أهدر روبينيو وداني ألفيش وغابرييل باربوسا وأدريانو والعديد من النجوم البرازيليين مسيرتهم الكروية، حيث هم أيضا مقابل نزوة لا طائل منها على الإطلاق، مثل تعاطي المخدرات والمنشطات ومطاردة الفتيات، والتي لم تجلب لهم سوى المتاعب والمشاكل وملاحقات القضايا. عدم الالتزام والانفلات الأخلاقي لدى بعض اللاعبين البرازيليين ليس نتاج صدمة الخروج من بيئة فقيرة جدا إلى الثراء والطرف أو أعراض الثروة المفاجئة فحسب، بل يبدو أنها سلوكيات تأثر ببيئة اقتصادية صعبة وعادات اجتماعية ومعتقدات خاصة. ظروف البرازيل الاقتصادية: وفقا لبيانات البنك الدولي، تحتفظ البرازيل بواحدة من أسوأ حالات التفاوت في الدخل بالعالم، ويعود ذلك للفساد المتفشي في البلاد والفضائح المالية التي تورط فيها العديد من السياسيين. وهذا الوضع الاقتصادي ينعكس قطعا على أحوال كرة القدم في البرازيل وأنديتها، ناهيك عن الفوارق الإعلامية الرهيبة بين الدوريات الأوروبية الكبيرة ونظيرها البرازيلي، والذي ينتج عنه فوارق مادية كبرى في عوائد البث، مما يؤدي لعدم قدرة الأندية البرازيلية على توفير رواتب اللاعبين والعاملين، بل قد يتسبب في إفلاسها في عديد الأحيان، وهذه أحد أسباب رحيل اللاعبين للدوريات الأوروبية. ويذكر موقع بليتش ريبورت عام 2008 أن عدد البرازيليين الذين ينضمون إلى الدوريات الأوروبية سنويا يصل إلى 1000 لاعب، وقد ازداد هذا الرقم عام 2023 إلى 1300 لاعب تقريبا. يتسبب الفقر بالبرازيل في تفشي الجرائم التي تتسم بالعنف، ويتضح هذا في حديث أنطوني جناح مانشستر يونايتد الأيمن على مدونته دي بلايرز تريبيون. قد سرد اللاعب تفاصيل نشأته في منطقة فافيليا بأوساسكو، إحدى بلديات ساو بولو، التي كان يطلق عليها السكان المحليين باسم الجحيم الصغير، بسبب الوجود الكثيف لتجار المخدرات وتفشي جرائم القتل. كما ذكر أنه ذات مرة صادف جثة في الطريق عودته من المدرسة، وقال إن ذلك كان اعتياديا لمن عاش في تلك المنطقة، لدرجة أنه أغمض عينيه ومر فوق الجثة الهامدة وكأن شيئا لم يقع.